نفسك تغير العالم، مش عارف تغير نفسك. قصة حياتنا كلنا. تعالى أقولك على مهارة هتخليك تقدر تعمل التغيير اللي أنت عايزه، بداية من نفسك للعالم كله، سواء عايز تخس كام كيلو أو تنقذ المظلومين اللي في العالم. المهارة دي واحدة من أهم مهارات المرونة النفسية، وهي اللي بنسميها الالتزام السلوكي أو الكوميتد أكشن. بس هو ده يعني إيه؟ يعني نفضل نتحرك بخطوات صغيرة وثابتة في طريق الحاجة اللي احنا مؤمنين بيها، حتى لو مش قادر، حتى لو مش متحمس، حتى لو دماغي فيها مليون فكرة بتشدني لورا، وحتى لو بكره نفسي. بتحرك بخطوات صغيرة وثابتة باستمرار. اقدر اقولك ان كل الناس اللي عملت تغيير حقيقي في نفسها او في العالم كان عندهم التزام سلوكي بدرجة ما، وده بيبقى اسهل على بعض الناس اللي عندهم مستوى عالي من الانضباط، وبيبقى صعب قوي على الناس اللي عندهم مستوى قليل من الانضباط. ودي سمة كنا اتكلمنا عنها في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت، ممكن ترجع تتفرج عليها. ولكن كلمة السر هي ان انت تبقى عارف تاخد خطوات صغيرة وبسيطة وثابتة في اتجاه القيم اللي انت عايز تعيشها. ولكن عشان دي مهارة زيها زي اي مهارة، هتحتاج منك صبر ومجهود وممارسة علشان تقدر تتعلمها. لو عايز تعرف اكتر عن المرونة النفسية، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، وقول لنا ايه اكتر مهارة منهم صعب عليك تنفذها، وايه اسهل واحدة حاسس ان انت عايش بيها بكل بساطة. ما تنساش تدعي لاخواتنا، وبس كده. سلام.